أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة كورة، أهلا وسهلا بكم. بهدف للنجم الجزائري المتألق سعيد بن رحمة، واستهام يفوز على مانشستر يونايتد وبيضمن بنسبة كبيرة البقاء في الدوري الممتاز، وبيدي أمل ولو بسيط لليفربول ان هو ممكن يلعب شامبيونز ليج بعد خساره اليونايتد النهارده. مانشستر يونايتد فارق عن ليفربول، ولكن لو خسر ماتش وتعادل ماتش ليفربول كسب كل ماتشاته، ليفربول هو اللي يلعب الشامبيونز ليج ويبقى في المركز الرابع طبعا. ولكن طبعا المباراه المتبقيه لمانشستر يونايتد مش بنفس القوه، عنده 3 مباريات على ارضه ومباراه واحده خارج ارضه ضد بورنموث اللي ضمن البقاء ومش فريق قوي، ولكن ال3 ماتشات الاخرين هيلعب ضد ولفرهامبتون الماتش الجاي، وبعد كده ضد تشيلسي، وعنده مباراه اخيره ضد فولهام. تألق النجم الجزائري كالعاده سعيد بن رحمه، جاب هدف جميل، ولكن برضه يتحمل نسبه كبيره منه دخيه. كوره ما كانتش صعبه قوي، ولكن عملت بند وخدعت دخيه اللي برضه مهما كان متألق بيخطأ اخطاء قاتله بتاثر على اليونايتد. بن رحمه النهارده كان نجم اللقاء، مكوك في وسط الملعب في كل حته، بيقاتل قتال رهيب جدا عشان يضمن لويست هام بنسبه كبيره البقاء. 37 نقطه، فارق 7 نقط عن المؤخره وعن الهبوط، اللي فيها طبعا فرق كتير، فيها ليستر سيتي، ليدز يونايتد، ايفرتون، نوتنغهام فورست، وساوثهامبتون. كل دي فرق عريقه، ولكن كلها مهدده بالهبوط. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.